السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي كده مع بعض فيديو جديد. النهاردة احنا عاملين عظمة. بصوا، عظمة حاجة كده تحفة تحفة تحفة. يعني بصوا، جاتوه اقتصادي، حاجة كده فيلافيو هشة وتحفة جدا بمكونات بسيطة. تمام، هتقدري تعمليها ما شاء الله يعني. والصوص اقتصادي جدا، ومن غير ما نجيب بقى شوكولاتة خام، ولا من غير ما نجيب اي حاجة خالص. هقولك على ايه، يعني مثلا لو في حاجة انا حطيتها هنا تقدري تستغني عنها، انا هقولك عليها تقدري تستغني عنها. مكونات بسيطة جدا، والنتيجة ولا اروع من كده. هوريكم بقى ايه. بصوا، يعني مكونات بسيطة جدا، وهقول لكم على كل تفاصيلها. يعني بصوا، حاجة كده واو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا، ماما انت شايفين؟ ماما 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 بصوا ماما بصوا. ماما نعم. انت نسيت. بصوا التحفة دي، أهي، تحفة. بصوا، شايفين؟ بصوا، شايفين؟ قولي بسم الله ما شاء الله. حاضر، ما احنا قلنا بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بس مش عايزه اضغط كده عشان انا هنا في صوص. بصوا اهي، تحفة 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 يعني. حاجة كده هشة وجميلة جدا. ثواني بس احطها في الطبق. يعني عايزه اقول لكم شوفوا مكانها. يعني حاجه كده، مفيش اروع من كده. بصوا، اعمل ايدي بس. بصوا، يعني اقرب لكم الكاميرا اكتر. بصوا الجمال. بصوا، يعني مش عارفه، شايفين الحلاوه. بصوا، شايفين الهشاشان والطراوه بصوا يا لهوي. حاجه كده عظمه. واو حلوة جدا. طبعا روفان والولاد واقفين جنبي اصلا، مش مستنيين ان انا اصور ولا اكمل تصوير. بصوا، انا مستنى ماما تكمل التصوير. يلا بقى بينا على الفيديو. طبعا انا عندي للصوص كوباية سكر وكوباية زيت واتنين هوز، تقدري تستغني عنهم، ونص كوباية كاكاو، وكوباية من اللبن. تمام، ده للصوص. اما بالنسبة بقى للكيكة، اما نيجي عند وقت ساعتها هقولكوا على مكوناتها. هجيب الخلاط واحط فيه كوباية السكر وكوباية اللبن، واحط فيه نص كوباية الكاكاو، واحط فيه 2 هوز. طبعا في بنوتة على الشمال وبنوتة على اليمين. بصوا، ادي كانت قطمة والتانية كانت قطمة، وبعدين نزلنا بالباقي في الخلاط. وهشغل بقى عليهم كده. وانا بشغل كده هحط الزيت ده سرسوب سرسوب كده لحد ما نحصل على القوام المناسب. انا مش عارفة اللقطة دي اتصورت ولا لأ. يا رب تكون اتصورت. يعني وانا بنزل، ويعني انا خلطت الخليط. كوبايه الزيت اللي انتوا شايفينها دي هنزل بيها واحده واحده كده. على انا كنت زودت اللبن شويه، يعني لقيته هيبقى شويه. وده صوص شوكولاته كان عندي موجود عندي، يعني اللي هو المتحده. حطيت منه معلقتين كده، وانتي تقدري تستغني عنه ما تحطهوش. تمام، ايوه خلاص تمام، اللقطه اتصورت. بعد ما حطيت كوبايه زيت، كوبايه سكر، وكوبايه لبن، ونص كوبايه من الكاكاوي، والكوبايه الزيت بنزل عليها واحده واحده كده. وانا عززت الطعم باتنين من الهوهوز، عشان يخلّيها كده طعمها تحفة جدًا وجميل، تقدري تستغني عنهم ما فيش مشاكل خالص. تمام، وبرضه معلقتين من صوص الشوكولاتة ده كان موجود عندي، برضه تقدري تستغني عنه، وهيدّيكِ يعني أنا حسيت إن أنا كده يعني باعزّز الطعم شوية بالهوز وبصوص الشوكولاتة.
تمام. ودلوقتي خدت برطمان زي ما أنتم شفتوا كده، برطمان كبير خالص بتاع المربى مغسول كده ومتعقم، ودلوقتي هابتدي أعمل الكيكة. سِبت شوية من الصوص في الخلاط وهانزل عليهم بكوبايتين كبار من السكر وكوباية إلا ربع من الزيت و4 بيضات. تمام. أدي 1، 2، 3، أدي الرابعة، وهانزل عليهم كمان بفانيليا سايلة. يبقى أنا سِبت شوية من صوص الشوكولاتة ونزلت عليهم ب4 بيضات، كوبايتين كبار من السكر كوباية اللهم صل على النبي، وكوباية إلا ربع من الزيت، وهانزل عليهم بكوباية كبيرة من اللبن أهي، كوباية كبيرة من اللبن هانزل عليهم كده وهتشوفوهم. دلوقتي بعد ما خلطتهم كويس جدًا في الخلاط هاجيب بولة كده هيكون فيها 3 كوبايات ونُص من الدقيق، لإن أنا هاعمل الصينية الكبيرة ومزوّدة شوية النُص كوباية ده عشان هاعمل 2 طاجن كده هاركنهم على جنب هاعملهم معاكم في فيديو تاني. تمام. حطيت 3 كوبايات ونُص من الدقيق عشان هاعمل الصينية اللي هي 30 في 40 مزوّدة النُص كوباية، هي تاخد 3 كوبايات، بس أنا مزوّدة النُص كوباية عشان قُلت لكم هاعمل 2 طاجن، وهانزل على ال3 كوبايات ونُص من الدقيق، أو نقول 3 كوبايات لو هتعملي الصينية الكبيرة، نزلت عليهم ب2 باكو من الكيك شيف ورشة ملح. تمام. وقلّبتهم كويس وبعدين نزلت عليهم بالخليط. حسّيت إن الخليط لونه فاتح سِنّة يعني فاهمين، ودلوقتي خدت كوباية مَيّة سخنة، حطيت كوباية مَيّة سخنة على الخليط كده. ما تخافوش المَيّة السخنة مش هتعمل فيها حاجة، ده بالعكس بتخلّيها هشة جدًا. حسّيت إن اللون بتاع الخليط بتاع الكيكة لونه فاتح، فعزّزته شوية بمعلقتين من الكاكاو نخّلتهم كويس جدًا، وحطيتهم لازم ننخلهم عشان بيبقوا مخرّزين شوية، فهيبوّظوا الشكل يعني ويبوّظوا الدنيا يعني. وبعدين جِبت الصينية 30 في 40 ودهنتها بزبدة، فضّيت الكمية المناسبة زي ما أنتم شايفين كده، وسِبت شوية عشان هاعمل بيهم 2 طاجن. وباخبّطها كده، باخبّط الصينية زي ما أنتم شايفين كده في الرخامة عشان ما يبقاش فيها أي فقاعات. ودلوقتي دخّلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسط، وعملت الاتنين اللي أنتم شايفينهم دول. وجِبت خِلّة كده لمّا هي بردت خالص، يعني في الوقت ده هي كانت دخلت الفرن وطلعت وبردت، ما ينفعش نسقيها اللبن وهي سخنة. بعد كده هاقلبها بعد ما حرّمتها كده، هاقلبها الجهة التانية عشان تشرب اللبن كويس، واخرّمها تاني. بعد كده جِبت كوباية من اللبن وحطيت عليها معلقتين من السكر ودوبتهم، وهاسقي بيهم الكيكة زي ما أنتم شايفين كده. شربت كل الكمية ما شاء الله، هي كوباية واحدة على الكمية دي، واللي أنا باشيله ده سكر ما كانش داب يعني. وبعد كده جِبت البرطمان اللي إحنا عملناه برطمان الصوص، وهافضّيه كده على وش الصينية زي ما أنتم شايفين كده. أغرّقها كده بالصوص، أخلّيها بقى تشرب من الجناب والأخرام اللي إحنا خرّمناها تشرب. بُصّوا يعني تشرب من كل الاتجاهات. الصوص جميل جدًا. ده طبعًا روفان واقفة وأنا باقطّعها كده، أنا باقطّعها وهي لسه ما دخلتش التلاجة عشان لو محتاجة أحُط لها تاني، يعني أسقيها كمان، لإن لسه باقي عندي صوص. فروان واقفة بتتفرّج عليّا. ده طبعًا كريسبي كده أبيض كان موجود عندي، تقدري برضه تستغني عنّه لو مش موجود وتكتفي بالشكل ده. لو أنتِ عايزة بقى تضبّطي الدنيا مثلًا تجيبي شوية أوريو وتكسّريهم، شوية بسكوت أهلاوي كده من اللي بالشوكولاتة وتكسّريهم وتحطّيهم على الوش، شوية كريسبي من دول كده كانوا موجودين عندي، والشوية دول يعني ما يجوش ب10 جنيه يعني، تقدري تجيبيهم كده وتحطّيهم برضه على الوش. تمام. وبعدين جِبت شوية من صوص الشوكولاتة اللي كان برضه موجود في التلاجة، حبّة صغيّرين جدًا شايفين الكيس في إيدي قد إيه، حجمه صغيّر جدًا وابتديت أعمل خطوط كده عرضية. عندي كمان يعني ما شاء الله يعني ده شكلها النهائي. شكلها تحفة جدًا. fluffy، هشة جدًا، جدًا. مضبوطة، يعني الكيكة بتاعتها مضبوطة على الشعرة. شوية المَيّة السخنين أو النُص كوباية اللي هي المَيّة السخنة اللي حطيناها على الخليط،
ادّت لها هشاشة كده وتحفة جدًا، جدًا ما تقلقوش منها خالص، هي دي اللي بتضبط الكيكة الشوكولاتة بالذات يعني تمام، وده شكلها النهائي وحبيت أشارككم الكيكة اللي أنا عملتها، يا رب الطريقة تعجبكم وتنول رضاكم، وما تنسوش لو وصلتوا لحد هنا تحطوا لي لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوفني ويشوف القناة يشترك ويفعّل الجرس عشان يوصله كل جديد، وربنا يحسن ما بين إيديكم، أشوفكم بقى في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير، كتير للفيديو، وشكرًا لل5، 6 اللي بيتابعوني، وشكرًا لل5، 6 اللي بيحطوا لي لايكات، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.